لي حضرتك فرحان ان مرسي كسب؟ الحمد لله طبعا فرحانين. علي صوتك شويه والنبي. الحمد لله فرحانين، وفرحه كبيره للمصريين كلها، الناس كلها فرحانه ان الثوره بتنجح. تمام، الف شكر لحضرتك. شكرا. السلام عليكم. انت فرحان بفوز مرسي؟ الحمد لله رب العالمين، كلنا فرحانين. انت فرحان بجد من قلبك يعني؟ امال يعني جاي الميدان عشان طب انت فرحان عشان مرسي كسب ولا عشان شفيق خسر؟ لا، عشان الثوره انتصرت. طب حضرتك فرحان عشان مرسي كسب؟ انا طاير من الفرح. ابو الكباتن قول لي، انت فرحان ان مرسي كسب؟ فرحان قوي؟ ليه بقى فرحان؟ يعني عشان فلوسنا من الفلوس. رئيسك ما بقاش فلول؟ تمام ماشي يا حبيبي، الف مبروك. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي نصر مرسي، مش احنا كشعب، احنا كنا اسباب. وربنا ان شاء الله يرزقه بطانه صالحه، وانه يرفع مستوى المعيشه في البلد ان شاء الله باذن الله. شكرا يا ريس. اكيد طبعا، دي البلد كلها فرحانه، انا مش هفرح. قول لي حضرتك فرحان ليه ان مرسي نجح؟ لان الطاغوت انتهى. مين؟ الطاغوت انتهى. ايه الطاغوت ده؟ الانسان الظالم البائد، الظالم لقومه، الظالم لاهله، الظالم لعشيرته. تمام، الف مبروك لحضرتك. الله يبارك في حضرتك، مبروك على المصريين. وبنقابل الاستاذ منعم زيدان، كاتب السيناريو المحترف، صدفة في احد شوارع وسط المدينة، وزي ما حضراتكم شايفين الابتسامة عريضة على وشه، ولا اعلان سيجنال 2. ايوه اضحك كده وكركع. قول لي يا اخ منعم. قول يا وحش. بما ان حضرتك كاتب، يعني ايه رأيك في فوز الاستاذ مرسي بالرئاسة؟ هو فوز مرسي ما بيفرحنيش، هو سقوط بس دولة العسكر وسقوط شفيق ده اللي يفرحني قوي. يا برنس، انت فرحان ان مرسي كسب؟ مبسوط، يعني الراجل صالح بتاع ربنا. تمام. يعرف ايه الضعيف والبني ادم اللي مستقل وكل حاجه، يعني كل واحد يعرف ايه. لو هتطلب منه حاجة واحدة تطلب ايه؟ لا هاتوا منه لا اي حاجه باي مصلحه. يشوف الضعيف ابن الكبار. احسن تعبنا بقالنا 40 سنه بنعاني من التعب ومن القرف. يشوف الضعيف ابن القوي، يشوف الضعيف يهتم بيه. لا انت حاسس ان انت ضعيف؟ لا، ضعيف في كل حاجه والله. انت ضعيف والله؟ في شخصيه وكل حاجه بالنسبه لي. هل حضرتك فرحان ان مرسي كسب؟ نعم.